يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقة انا عامل الفيديو ده ما كنتش ناوي اسجله، بس عامله ردا على بعض الكومنتات السلبية اللي انا قريتها. يعني انا نزلت كام فيديو كده بتكلم فيهم على اول بند، انا بشرح ان شاء الله كل البنود اللي ليها علاقة بمجال التشطيب واللي انا اتعلمته وشفته في حياتي. بالمناسبة انا خريج عمارة، هندسة المطرية جامعة حلوان دفعة 2014، وكنت اول دفعتي الحمد لله، واتعينت معيد في الجامعة 5 سنين، قعدت 5 سنين معيد في الجامعة، وكنت قربت اخلص الماستر بتاعتي، بس لاسباب ما مش عايز اطول عليكم قدمت استقالتي وبدأت اشوف انا شغلي الخاص. ففكرة خبرة التصميم والتشطيب يعني عشت فيها فترة كبيرة. مجال التدريس بالنسبة لي حاجة بتجري في دمي زي ما بنقول يعني. ففكرة ان انا بدي كورسز او كده، بقالي سنين كتير كنت بدي كورسز، بدأت بال 3 دي ماكس والفوتوشوب والكلام ده، وبعد كده بدأت انزل الفيديوز على اليوتيوب. على اليوتيوب بدأت انزل كل الكورسات اللي انا اعرفها بدون اي مقابل يعني. بعد كده بدأت اتكلم على موضوع التشطيبات، لان في ناس كتير قوي 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 بحس ان هي محتاجة تفهم موضوع التشطيبات، وبالاخص ده ما بيتدرسش في الكليات خالص خالص. وابدا انقل خبرتي، يعني انا برضو مش هقول ان انا جامد، بس على الاقل الخبره اللي انا شفتها وكده حابب ان الناس تبقى على علم بيها يعني. سواء بقى مهندس حابب يتعلم في المجال اكتر يشوف الدنيا فيها ايه، او حتى عميل مثلا حابب يشطب شقته مع نفسه، ففي بعض التريكات كده يبقى يخلي باله منها وهو شغال. بس فده الهدف. فانا بدات باول بند وهو بند المباني. لقيت كمية هجوم مش طبيعية، مش عارف ليه. يعني في ناس داخلة بتقول لك مفيش حاجة اسمها طية والبنا ما يعرفش الكلام دوت. بص انا هقول لحضرتك على حاجة يعني، كون ان حضرتك ما تعرفش المعلومة انا اسف يعني، ده جهل منك، مش ده الطبيعي يعني. كون ان البنا ما يعرفش الكلام دوت عرفه، مفيش مشكلة. انا وانا شغال مثلا البنا اللي معايا راجل محترم وجميل جدا، وما بقللش من اي صنايعي خالص، بالعكس كل الصنايعيه اخواتي. بس انا بقول له مثلا، بقول له وحد الطيه، فبيقول لي يعني ايه طيه؟ بقول له الطيه هي واحد اتنين تلاته. خلاص بقت لغه الحوار اللي انت بتخلقها ما بينك وما بين الصنايعي، بحيث ان انت بعد كده لما تيجي تقول له الطيه انا عايزين الطيه هنا مش عارف ايه، بتبدا خلاص هو فاهم انت عايز تقول له ايه. لكن اللي داخل بقى بيهزر ويستظرف ويقول لك يعني ايه وحد الطية يا عم؟ توحد الله يا عم، لا اله الا الله. هو انا ما بعبدش الطوب يعني؟ فاهم؟ عشان خاطر تقول لي كده. واللي داخل يقول لي اهم حاجه ان الحيطه تكون واقفه على حيلها، ومهندسه داخله تقول لك ما هو كده كده كله هيتدرى في المحاره ومش هتفرق بقى، المهم ان الطوبه مش عارف ايه يا جماعه احنا بنتكلم في الصح. العميل لما بيجيب مهندس بيستأمنه على كل بند وكل قرش وكل حاجة هو بيشتغل بيها. فحضرتك كونك أو كونك مش عارفة الصح إيه دي حاجة تانية والله يعني. هي الحيطة هتبقى واقفة، ومين قال إن الحيطة مش هتبقى واقفة؟ ما الحيطة هتتبني وعادي مفيش مشكلة، وكله هيتدرى في المحارة، بس ده مش صح. طالما في الصح واحنا عارفين الصح نعمله يعني. وفي ناس داخله تقول لك انت العرنوس بالنون، العرنوس حاجه مش اساسيه، والمهم برضو الطوب ومش عارف ايه. اولا هو ما اسموش العرنوس، هو اسمه عرموس، وده قلته كذا مره. واللي داخل يقول لك مش عارف انت بتبيع ايه، يعني كلام اقسم بالله انا مش فاهم ايه علاقته باللي انا بقوله. يعني انا بقول معلومه، حضرتك خش اكتب على جوجل، يمكن انا اطلع غلط، اكتب على جوجل شوف المعلومه دي صح ولا غلط. لو غلط انا بقبل النصيحه جدا، قول لي يا باشمهندس ده غلط. لو صح قول لي تمام، يعني زي الفل، خلاص يبقى كلنا اتعلمنا وانا بتعلم لحد النهارده. لكن حضرتك داخل بتقول لي اصل مش عارف ايه وبتتريق. يعني في مهندس مشكورا جدا قال لي على تعديله حلوه صح مظبوطه 100%، ان لما تيجي تبني طوبه كامله الافضل، وده فعلا ده عنده حق فيها، الافضل ان انا ابني ميدماك اللي هو الصف، يعني ميدماك شناوي وميدماك اديه. طبعا انا كنت شارح الفرق ما بينهم، ده اقوى وده افضل، ده حقيقي. وفي ناس بتعمل 3 مداميك شناوي ومدماج اديه مفيش مشكله، لكن الاقوى فعلا اللي هو قاله. فخلاص ده كومنت ايجابي، دي حاجه صح يعني، انا بتقبل ده. فيا ريت يا جماعه يعني هو الموضوع انا ضحكت عليه صراحه، بس مش عارف ايه السبب. يعني ليه الناس ممكن تخش تهاجم بني ادم بيحاول يقدم معلومه للناس بشكل سلبي جدا؟ يعني لو بشكل نقد تمام يعني انا اتقبل النقد، لكن بشكل سلبي مش عارف انت مستفيد ايه الصراحه يعني. عموما مش هطول عليكم يعني، انا بشكر جدا بقى الناس اللي هي بتدعمني، والناس اللي هي انا كنت بدات اتضايق الصراحه، بس في ناس قالت لي لا كمل واحنا عايزين نسمع اكتر وكده. فانا بشكر الناس دي جدا، والفيديوز اللي انا هعملها واللي بعملها عشان خاطر الناس دي. ان شاء الله انا هكمل السلسله وهبدا اتكلم عن اهم الملاحظات والحاجات اللي تخلي بالك منها وانت شغال في مجال التشطيبات، في كل حاجه بقى، في كل البنود، في التعاملات، في كل حاجه. والبند اللي جاي من اهم البنود اللي الناس
بتحاول تفهمها اكتر، والناس اللي بتحاول تعرف ازاي تستلمها، لان هي مترتب عليها كل البنود اللي بعديها، وهو بند البياض او بند المهارة. اشوفكم على خير.